السلام عليكم ورحمة الله. المهم بقيتونا كنقطعو واحد النبتة، يعني صراحة هاد النبتة هادي كنزرباني، ميمكنش نقيسها بيديا. يعني حنا في المغرب كنقولو ليها الحريقة، والدول الاخرين كاين اللي كيقول ليها القريصة، وكل واحد باش كيسميه. المشكلة ديالها في هاد الوقيته هادي قليلة، يعني تا الناس هنايا جاو بالماكينة وقطعوها، مكيخليوهاش، وكيقطعو الربيع كامل كينقيو الدنيا وكيقطعو الربيع. ولكن ملي لقيت هاد الاعشاب هادي الصغيورة بحال هادي اللي كتكون يلاه نبتات، كتكون يعني سبحان الله فيها مواد اكثر من هذيك اللي كتكون كبرات، ملي كتكون شرفات. يعني هذه كتكون يلاه نبتات كيكون فيها المواد ديالها كافيه باش انها تعالج الكبد. وكنهضر لكم على علاج الكبد، يعني كاين بعض الناس اللي كيعرفوا، بعض الاشخاص المولوعين بالطيور هذه كيعرفوها بانها كتعالج فقط الكبد ديال الطيور، ولكن حتى الانسان يقدر يستعملها. انا غنوريكم الطريقه كيفاش تستعملوها. الانسان ملي غادي يستعملها يعني ما يبالغش فيها، وهي المذاق ديالها سبحان الله حلو. ملي كديرها وهذه وكتشربها بحال اللي كتشرب الماء طبيعي عادي. انا جمعت واحد البركه، هادشي اللي لقيت تلقاه في شي بلاصه اخرى، نعاود نجمعها ان شاء الله باذن الله. يعني هادشي هذا كافيني. يعني غنديرو بواحد 2 لتر ديال الماء، وغادي نحكي لكم يعني كما شفتوا هاد النبات القريص ولا الحريقه اللي كنسميوها حنا في المغرب. يعني هاد النبته هادي سبحان الله بلاتي واحد ما قلت لكم سبحان الله. هاد النبته هادي ديال القريص او لا الحريقه يعني عندها واحد فوائد كثيره على الجسم، وخصوصا الناس اللي كيتصابوا بفقر الدم، يعني عن تجربه، ولا كيكون عندهم مرض الكبد. يعني يعني ضروري ما خصك تستشير طبيب وتعرف الحاله ديال المرض ديالك يعني فين واصله، ماشي غتجي وتستعملها. وكاين ابحاث اللي كاين على الانترنت، يعني خصك تدخل ليها وتشوفها وتعرفها. لهذا انا كنصحكم بها، ولكن طريقه سهله، هو انك غادي تشدي، غادي نمشيو للدار وغادي نوريكم كيفاش. اول حاجه ضروري ما تغسلوها، وهي اصلا انظف نبته اللي كتوجد على الارض. علاش؟ لان حتى الحيوانات مثل الكلاب ولا هذه ولا القطط اعزكم الله ما كيقدروش يقربوا حداها، يعني حيتاش كيعرفوها ما كيقربوش ليها. لهذا كتكون نقيه بزاف ونظيفه. ودابا غنمشي معكم للدار ان شاء الله، وغادي نوريكم طريقه الاستعمال وكيفاش غادي نديروا ليها ان شاء الله باذن الله. شوفوا هاد النبته هذه، يعني من بعد ندير لكم فيديو عليها، وفيها فوائد كثيره. فانا جبت هاد النبته هذه اللي وريتكم في الاول، غادي نحطها هنا هاد السطر هذا باش نغسلها مزيان. من بعد ما غنغسلها فيها عدد كثير من الفوائد، وغنحطها هنا تقطر شويه، حيتاش ضروري نقطر شويه من الماء اللي فيها خير. كما قلت لكم هاد النبته هادي من بعد غادي نهضر لكم عليها. هنا غادي نزيدو 2 لتر ديال الماء، يعني منحتاجش 2 لتر، ولكن المهم 2 لتر ديال الماء غادي نحتاج نديرها، وغادي نخليه مدة 10 دقائق يغلي مزيان. ولكن باش الفائدة ديالو تكون مزيانة، هو انه من بعد ما تشعل ليه يطيب
غادي تخلي، ولكن خصك تغطيه ضروري حيت ديك البخار ديالو كيطلع ديك الماده اللي فيه. حنا ديك البخار هو خصنا نستافدو منه، هو اننا ملي نديروه يطيب 10 دقائق، بعد 10 دقائق خصنا ما نزيدوش في الوطه مجهده بزاف، باش انه ياخذ الوقت ديالو تطلق ديك المواد اللي فيه. ونرجع لكم من بعد. المشربيات كاملين حيدتهم، وهاد الطائر هذا ها هو ما شاء الله، يعني واحد الطائر اللي ما شاء الله كان بواحد الحاله سيئه. وغادي نوريكم اغرب شيء جبته عند واحد السيد وكان بواحد الحاله سيئه. غادي نوريكم يعني واحد الحاله اللي لا يرثى. كل مره غادي نعطيكم اشنو كنعطيهم انا. اغلبيه 70% ديال المأكولات اللي كنعطيهم هما اعشاب كنجيبهم من الطبيعه فقط. كل مره غادي ندير لكم نبته اللي كنعطيهم، كل سيمانه كنعطيهم نبته، وزيد عليها كنعطيهم نبته الزوان الابيض ومانيطوبه. انا غادي نعطيكم مانيطوبه، ما كنعطيهاش لهم كاملين، هذا هو اللي كنعطيه الزوان ومانيطوبه، يعني عنده جوج. كنعطيهم هذا يعني. وسبحان الله هاد المانيطوبه يعني كتخليهم بصحه جيده، ولكن كنزيد معاها كل مره شنو كنعطيهم. يعني كاين الناس اللي كيقول لك نديروا لائحه وغادي نقولوا وغادي نفعلوا. شوف الطائر ما شاء الله، يعني لو وريتكم كيفاش جبتو النهار الاول والله ما تصدقوا. انا بنفسي كنشوفه حاليا ما مصدقش. وعاد زيد عليها يعني حتى الضفران ديالو ما كانش يقطعهم ليهم، ما كانش كيتهلا فيه، ما كيعطيه الماكله اللي جات قدامه، يا ديال الكناريا ديال هذه اللي جات قدامه الماكله كان كيعطيها لي. والحمد لله جبتو صحه جيده. هو واحد الذكر كنت شريتو بحالو، ايوا، ولصقني عليه واحد السيد ملي شافو عندي من بعد 3 شهور عجبو وبعتو لي. وهذا ذكر خلوي عنده عام، عنده عام. وشوف ما شاء الله كيفاش في صحة جيدة الحمد لله. اللهم بارك. اللي شاف هذا الفيديو يقول اللهم بارك. شوفوا الاخوان، ها هي 5 دقائق دازت. شوف يعني ديك البخار ما كيخرجش، يعني كيبقى لداخل كيرجع. وهذا هو الاستفاده. يعني كاين الناس اللي كيشدو كيطبخوا وكيخليوه عريان، لا خصك تغطيه باش ان ديك البخار كيرجع لهذيك المواد اللي كتبخر. ما خصهاش تبخر، خصها ديال تبقى. يعني شوف كيفاش تغير اللون ديالو، خصو يميل للخضوريه ديال النبته. من بعد ما تطبخ مزيان دابا غادي نخليوه يبرد. واحد باش انه يبرد انا حطيته في الارض حتى الارض بارده، علاش حطيته في الارض باش يبرد بسرعه شويه ان شاء الله. المهم غادي نرجع نغطيه. المهم هنا المشربيات كاملين غادي نغسلهم بالماء والصابون وشويه ديال الجافيل، نرقدهم فيه. وديك الساعات غادي نغسلهم كاملين. ايوا ديك الساعات غادي ندير لهم فيها ديك الماء اللي طيبت ديال نبات القريص اولا الحريقه، تبعوا معنا. هذا هو الماء ديال نبات القريص، ها هو هذا هو الماء ديالو كيولي بحال هكذا. المهم ها هو المشروب ديالنا ان شاء الله غادي نقدموه للطيور وغادي نشوفوا. يعني ها هو الطائر اللي جبتو من عند واحد الاخ صراحه في اسوأ الحالات ديالو. ونصيحه شفتيها هو كيشرب. هذا دليل على انه عطش. وشوف غادي يشرب وغيعاود، لحقاش ما فيش واحد المذاق اللي خايب اللي ما غاديش يخليه يشرب منه.
وانا كنبعت ليهم المشربيه على الماكله، حيت هما يعني اللحظه فاش كيشربوا كينفضوا الماء اللي كيبقى لهم لاصق في المنقار ديالهم من بعد منها، باش الماكله ما تعمرش بالماء وكدير يعني ما كتبقاش مزيانه. يعني الماكله ما خصهاش تفسك. هذا الطائر الاول وهذا الطائر الثاني غادي نديروا ليه الشرابه، غادي نشوفوا واش غيجي يشرب. كما شفتوا الطائر الاخر ها هو كيشرب، ها هو الاخر حتى هو كيشرب. يعني باش تعرفوا بانهم غادي تخليهم واحد ساعتين ولا 3 سوايع، حيد لهم المشربيه ومن بعد ديروا ليهم وغادي يشربوه. وصراحه ما غاديش يتوقفوا على الشرب ديالهم، يعني ماشي تقول لا راه حيتاش في هذيك نبته القريص ولا هذه الحريقه ما غاديش يشرب، لا غادي يشرب وغادي يعاود. ها نتوما كتشوفوا يعني وفي واحد الحاله ديال النشاط ما شاء الله. كما كنقول لكم يعني الناس اللي بغات تربي هذا النوع ديال الطيور ولا هذه ضروري خصها تتعامل. واحد النصيحه اخرى، يعني شوف الا لاحظتوا راه القفص ملي كتشريه كيكون عنده السلك ديالو قريب. انا شنو كندير ليه؟ كنخلي 1 سنتيم ولا سنتيم ونص وكندير ليه شبكه سكر جديده، كنبعد ليه على الارض لانه ما مزيانش ليه. والتغيير يعني يومين 3 ايام تبدل ليه، ماكسيموم 3 ايام يعني تبدل ليه، تنقي ليه وتعطيه الماكله. وضروري ما تنساوش لهم الماء، دائما خصكم الماء. وهذا ماشي كينطبق على طائر الحسون. بقاو معايا كما قلت لكم، صلوا على رسول الله. المهم هاد الطيور الحمد لله شربات، و طائر الكناري كنعطيها ليه وهو كان كيشرب منها. يعني حتى الكنار كتقدموا عليه بطبيعة الحال غادي يشرب منها. وهذه اليوم كانت الوصفة ديال نبات القريص، وانا كنستعملها وكنشربها حتى انايا. اللي بغيت نقول لكم ملي كنشربها كنشرب كاس في الصباح على الريق مدة 10 أيام، ما بين 7 أيام 10 أيام، في حالة إلا كنتي واحد الإنسان اللي كتحس بالعيا وبالترخية والسخفة. من بعد منها كتوقفها مدة من 7 إلى 10 أيام. ماشي ضروري انك تكون مصاب بشي مرض خطير ولا، لان النبته. وان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله غادي نقدم لكم واحد النبته اخرى ان شاء الله باذن الله اللي كنقدمها لكم. وانا قلت لكم بانني الطيور ديالي 70% ديال النباتات اللي كنعطيهم من الطبيعه، فصل الشتاء وفي الصيف وفي الربيع. يعني ماشي حتى لواحد المده هو كيشرب منه ما عندوش المشكل، والمذاق ديالها رائع جدا. نتلاقى معكم في فيديو اخر ونبدا اخر ان شاء الله.